جربنا اغرب واذكى منتجات امازون وده الجزء ال 42. برضه هنقول لكم كل منتج تمام ولا اي كلام. معانا المره دي قطعه الاناناس والغساله المحموله والمكبس الثلاثي واللوحه الرمليه ومنتجات تانية هتشوفوها دلوقتي. بدأنا بمكبس برجر مختلف جدا. أولا بيعمل 3 برجر مع بعض من اللي هم السلايدرز الصغيرين دول، وثانيا في اوبشن كده بيعمل لك برجر محشي. بدأنا نجرب، حطينا اللحمة متبططة شوية، وهنا في نقطة مهمة قوي، لازم تتأكدوا من اللوك اللي فوق ده على الناحية اليمين، لأن ده اللي بيخلي المكبس يعمل تجويف كده في اللحمة تحط الحشو فيه. الخطوة اللي بعد كده بتجيب كمية لحمة أصغر شوية، بعدين تتأكد إن اللوك على الناحية الشمال عشان ده اللي بيساوي البرجر وبيخلي حتة اللحمة الزيادة تقفل على الحشو. وطبعا كل ما بتضغط أكتر كل ما البرجر بيمسك في بعضه وشكله بيبقى مظبوط أحسن، والنتيجة في الآخر برجر قد بعض وشكله حلو قوي. واهم حاجه انك ممكن تتحكم في السمك زي ما انت عايز. قلنا برضو نوريكم اذا كان البرجر هيستوي ولا هيبقى ني من جوه ولا ايه، والحقيقه انه استوى كويس قوي. اي نعم الجبنه ما كانتش بتبظ منه زي ما توقعنا، بس دي مشكله الحشو يعني مش المكبس نفسه. المنتج سعره 84 جنيه، جديد عملي، ينفع لو عندك اطفال او عايز تعمل حاجه لذيذه كده تنجز في الوقت، عشان كده دخلناه قائمه تمام. دخلنا بعد كده على اختراع صيني غريب قوي، عباره عن ورقه بتلم الدهون من الاكل. سعره 99 جنيه، بيجوا 12 ورقه مع بعض. المفروض انك لو حطيته في شوربه او على اكل هيسحب منه الدهون. عملنا شوربه فيها نسبه دهون عاليه شويه، بعدين حطينا الورقه على الوش كده زي الفيديوهات اللي شفناها، بعدين شلناها من الاكل، وفعلا لونها اتغير الاصفر، شربت نسبه كبيره من الدهون. حتى برضو لما بصينا على الشوربه لقينا الدهون اللي فيها مش كتيره قوي. المشكله في المنتج ده مش في كميه الدهون اللي بيشيلها خالص، المشكله انه بيبهدل الدنيا حواليك. عشان تقعد تشيل الورقه من الحله للزباله لازم هتوقع، ده غير كمان انه بيشرب نسبه من الاكل معاه. اما بقى لو انت متعود على الموضوع ده محتاجه يعني ضروري، المنتج هيسد معاك. عشان كده هنسيب لكم انتوا الحكم على المنتج ده. المنتج اللي بعد كده اختراع عبقري. قطعه الاناناس دي سعرها 180 جنيه، والمفروض انها بتشيل كل قشره الاناناس بحركه واحده، وكمان بتطلع لك القلب متقطع شرايح. بدانا نجربها، قطعنا الجزء اللي فوق الاول وبدانا نلف القطاعه، واول ما وصلت للاخر بدانا نرفع لفوق، ودي كانت النتيجه. الاناناس اتخلصت من القشره خالص، الموضوع ما خدش ولا وقت ولا مجهود. ده غير كمان انها طلعت متقطعه مظبوط والقشره نظيفه، مفيش اي اناناس اتهدر. المنتج حلو، يوفر عليك المجهود الكبير قوي بتاع تقشير الاناناس، عشان كده دخلناه قائمه تمام. دخلنا بعد كده على الغساله المحموله، سعرها 1200 جنيه. اهم ميزه انها بتتلم وتتفرد فتقدر تاخدها معاك في اي مكان. خامتها متينه كويسه، وزنها خفيف رغم انها بتاخد 6 لتر غسيل. المفروض انها للحاجات الصغيره، شرابات مثلا، هدوم اطفال، وبيجي معاها باسكت صغير عشان الغسيل يتصفى فيه. اما بالنسبه لبرامج الغسيل فهتلاقي عندك 3 اختيارات، 4 دقائق، 5، والاوبشن الثالث 10 دقائق ورا بعض. المهم بدانا نجربها، حطينا الشرابات، بعدين مسحوق الغسيل والميه، بعدين دوسنا على زرار التشغيل دوسه طويله واخترنا البرنامج اللي عايزينه. وطبعا ممكن تغطيها بالغطا طول ما هي شغاله. لاحظنا برضو انها بتلف في اتجاهين عشان تنظف الهدوم كويس، واول ما خلصت البرنامج فصلت لوحدها. قلنا نطلع الشرابات كده نبص عليها ولقيناها نطفت كويس قوي. حتى عشان نتاكد اكتر شطفناها من الصابون، زي ما انتم شايفين كده البقع تقريبا اختفت. الغساله دي فيها مميزات كتير. اولا الزرار ده بتقفله وهي بتغسل، بعدين بتفتحه لما تخلص عشان تنزل منها الميه. ده غير ان بيجي معاها خرطوم على قد فتحه تسريب الميه بالظبط، عشان لو عايز مثلا تصرف الميه على حوض او حاجه الموضوع يبقى سهل. فالمنتج حلو، ينفع في المصايف او لو عندك اطفال غسيلهم طبعا بيبقى كتير. عشان كده الغساله دي دخلناها قائمه تمام. دخلنا بعد كده على اللوحه الرمليه، سعرها 400 جنيه. الفكره فيها ان الرمل ده بيتحرك لفوق ولتحت فبيعمل شكل كده ديكور حلو قوي، ينفع في البيت ينفع في المكتب. الرمل بيفضل ينزل كده لحد الاخر، وساعتها ممكن تقلبه الناحيه الثانيه عشان يبدا يتحرك من تاني. المنتج مختلف، لو عايز قطعه ديكور جديده في بيتك، شكله حلو، جودته معقوله، عشان كده دخلناه قائمه تمام. المنتج اللي بعد كده هو قلم الكتابه على الموبايل، سعره 220 جنيه، بيجي معاه الغطا بتاعه و2 سن زياده كمان عشان لو السن الاساسي باظ. المفروض انك ممكن تكتب بيه على الموبايل، ممكن ترسم تلعب كانه ايدك بالظبط. اللطيف كمان في القلم ده انه ما بيحتاجش ولا بلوتوث ولا ابلكيشن ولا اي حاجه، مجرد بس ما تعمله على الشاشه كده بيشتغل على طول. بدانا نجرب، اخترنا اوبشن الكتابه بالقلم لانها بيكتب بسهوله قوي. حتى لما استخدمناه في التقليب على الشاشه استجابته سريعه ومفيش اي تاخير. برده الحاجات البسيطه دي انك تشغل فيديو وتوقفه بيستجيب من اول دوسه على طول، موضوع مريح قوي. القلم حلو جدا، عملي، هيريحك في استخدامات كتير، بالذات لو بتشتغل على الموبايل او بتلعب جيمز. فطبعا دخلناه قائمه تمام. دخلنا بعد كده على اختراع هيخليك تستحمى بالموبايل، سعره 59 جنيه. المفروض انك بتعلقه قدامك وانت بتاخد دش فتسلي نفسك من غير ما الميه تيجي عليه. واهم حاجه ان التاتش بيبقى شغال من بره عادي. بالنسبه للحجم مناسب لاي موبايل اقل من 7 بوصه، وطبعا بيجي معاه اللزق بتاعه بتثبته على الحيطه بيه. المهم لزقناه ثبتناه كويس قوي، بعدين حطينا الموبايل ولقينا التاتش شغال كويس جدا. بس نيجي بقى للحظه الاهم، شوف اذا كان محكم فعلا ما بيدخلش ميه ولا هيغرق الموبايل ولا ايه. بصراحه لما شلنا الموبايل لقيناه محكم جدا ومفيش اي حاجه دخلت له جوه. المشكله الوحيده بس في المنتج ده جوده البلاستيك بتاعته مش قد كده، بس في المجمل يعني جديد حلو. احلى حاجه انه فعلا محكم، انك هتستخدم الموبايل وانت جوه الدش عادي. عشان كده المنتج ده دخلناه قائمه تمام.
المنتج اللي بعد كده دمه خفيف قوي، 2 في 1، حامل موبايل وطبق سناكس في نفس الوقت. الفكره ببساطه انك تحط الموبايل هنا وهتلاقي قدامه مكان للسناكس بحيث تاكل وانت بتتفرج يعني. هتلاقي كمان درج هنا ممكن تحط فيه شيبسي بقى، فشار، اي حاجه. ممكن برضو تحط ريموتات، سماعه لو بتقزقز لب مثلا وعايز ترمي القشر فيه. فالمنتج ده هيجمع لك الفرجه والاكل مع بعض، عشان كده دخلناه قائمه تمام. المنتج اللي بعد كده كنا متحمسين ليه قوي، وهو علبه الفوم. الاتنين دول مع بعض سعرهم 50 جنيه. المفروض انك لما تحط فيها الصابون العادي خالص بتاعنا بتعمل منه فوم بكل سهوله. بدانا نركبها، السوسته دي بتركب في الجزء اللي فوق، بعدين تحط القطعه الخضراء جوه القطعه البيضاء عشان دي اللي بتلف وتعمل الفوم، بعدين تركبهم في الاطار ده، كل واحده ليها الفتحه بتاعتها. بعد كده نحط الجزء ده بالسوسته بتاعته، بعدين الصابون، واخر حاجه خالص بنقفل بالاطار اللي فوق. نيجي بقى للحظه التجربه. بعد كل فرهات التركيب دي المفروض الجهاز يعوضنا. حطينا ميه على الصابون وبدانا ندعك البقع، وفي ثواني كانت عامله طبقه فوم كويسه قوي. بس بعد دقيقه تقريبا حصلت المفاجاه، العلبه اتفككت من بعضها وكل حته بقت في ناحيه، رغم اننا متاكدين من تركيبها كويس. حتى برضو لما ركبناها تاني نفس الكلام بالظبط، مفيش حاجه اختلفت. المنتج فكرته حلوه، عمليه قوي، بس للاسف التنفيذ والخامه مفيش اسوأ من كده. عشان كده المنتج ده دخلناه قائمه اي كلام. دخلنا بعد كده على مجموعه ادراج التخزين. خامتهم بلاستيك، بيجوا 4 ادراج مع بعض. ممكن تستخدم كل واحد لوحده في مكان منفصل او تحطهم كلهم فوق بعض. كل درج ليه ايد مطاط كده تفتح وتقفل منها، ومقاسه مش وحش، تقريبا 20 في 20. عشان برضو تتخيلوا الحجم معانا رصينا شويه حاجات كده بحيث نشوف هياخد قد ايه. ورغم انه يبان صغير قوي، بس الحقيقه ان الادراج بتشيل كويس. ممكن بقى تخزن فيها حاجات كتير، عندك اكسسوارات، اقلام، ادوات المكتب عامه، ممكن ريموتات، ممكن ادويه، اي حاجه. المنتج حلو، فكره ان الادراج منفصله دي ذكيه قوي عشان توزعهم زي ما انت عايز. فبصراحه المنتج عملي، ده غير برضو ان شكله معقول، يعني لو حطيته على تسريحه ولا مكتب ولا حاجه هيبقى شكله كويس. عشان كده الادراج دي دخلناها قائمه تمام. دخلنا بعد كده على برطمان التوابل، سعره 39 جنيه. البلاستيك بتاعه مش وحش، والقاعده بتاعته فيها حته كده قال يعني عشان يبقى قاعد على جنب. بيجي معاه كمان معلقه لازقه في الغطا. فبدانا نجرب على طول، حطينا الكزبره الناشفه وخد حوالي 100 جرام. اما استخدامه سهل قوي، مفيهوش حاجه، وشكله شيك كمان على الرخام. فبما انه بيعمل وظيفته، جودته كويسه، الغطا بتاعه محكم، دخلناه قائمه تمام. لو عجبتكم الحلقه اعملوا لها لايك وشير، وقولوا لنا في التعليقات عايزيننا نجرب منتجات ايه تاني الحلقات الجايه.